هلا نحن هون جيراننا هون ساكنين معها بنفس البناء. فتقريبا الصبحيات يعني 10 11 شفنا الامن جاي. حسينا في شيء عم يخبرونا اولاد بنتها انه في تقريبا جريمة قتل يعني. يمكن الخادمة اللي عندها هن اكتشفوا انه الخادمة هي اللي يعني مفتعلة فيها، عملت لها الجريمة وهربانة. والله ما في منا يعني، نحن انا خلقان هون بالبناية معها، منوع عليها انسانة كتير محترمة والله، وقلبها لله كتير والله. الحمد لله هيك الله رد، شو بدنا نساوي، هي حال الدنيا. الله يرحمها ويغفر لها، وكانت كثير والله جارتنا يعني على البرندة كنا نقعد هيك ونسلم عليها وهيك. كثير لها وحشة هي، وما في منا يعني والله. على الأغلب الخدامة تبعها لأنه ما في غيرها بالبيت طبعا، يعني الخدامة تبعها عايشة معها، وأكيد هي عاملة الفعل يعني. وتأكدوا أحفادها هيك خبرونا يعني أنا بالنسبة لي مثل أمي أنا بعتبرها يعني. حرام، كثير حبابة معي وكثير منيحة، والله يرحمها ويغفر لها يا رب. ممتازة ولا أحسن من هيك جارة والله، أخلاق عالية ومحترمة ممتازة يعني. هي الله هون ساكنة يرحمه. من لما اجى الامن سالناهم شو الموضوع، قال متوفيه جارتكم هدى شعراوي، اما شو الملابسات المضبوطه ما عندنا يعني. فتحنا الصبح شي الساعه 10 11 هيك بهالوقت هي كان الامن هون. وهلا من شوي راحوا يعني، ما صلوا من الصبح لهلا عم يحققوا بالقصه، واجوا الطبيب الشرعي والاطباء اجوا اخذوا البصمات بس عم يقولوا مقتوله قتل، والله اعلم. هي ساخنه لحالها والله، تعاملها كثير منيح، كان دائما تقعد هون على البرندة يعني، ونسلم عليها على الرايح والجاي. الله يرحمها احسن شيء، هي كانت عايشه لحالها المسكينه. الله يرحمها ويعوضها الجنه.